أو لهوهم في المعاصي والفجور والعري وما يكون مما تراه كثير من الأعين، نسأل الله العافية والسلام. والأمر الموجه لأصحاب الإيمان وأصحاب الاستقامة هو اجتناب مواطن الفتن حتى لا يبصر الإنسان بعينيه ما لا يرضيه ولا يسمع بأذنيه ما لا يرضيه، ويتقي الله في نفسه من له رعية تحته. يتقي الله، كلكم مسؤول عن رعيته والله يغار لحرماته. الناس الذين لا يبالون ببناتهم ونسائهم في التعري وفي التكشف في الشواطئ وفي الأعراس وفي الاختلاطات، هذه لا أمور عظام، ليست بالأمر الهين كما تظنون. وكثرة المعصية وانتشارها في وسط الناس يعتبر استئناسا للعصاة. أحيانا الإنسان لما يشوف كل الناس بناتهم عريانين، كل الناس نساهم عريانين، وكل الناس يروحوا لهذاك الشاطئ، وكل الناس نساهم يروحوا للأعراس المختلطة، وكل الناس يسمعوا الغناء، وش يولي الواحد؟ يولي يشعر كأنها ما يش معصية، يولي لا يتأثم، يولي ما يشعرش بالإثم. وهذه مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلام. العلماء يقولون هي من علامات العذاب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الإنسان يحاول كيف يجتنب مثل هذه الأمور أو الأسباب التي توجب سخط رب العالمين سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني وهو أن يعتبر الإنسان بموقف يوم القيامة. يعتبر الإنسان بأن هذا الحر الذي تعيشونه اليوم هو حر درجة الحرارة اللي تبلغ 30 و40 و50 كان درجة أعلى منها كان يعيشها الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم اليوم انظر تعيش في جو فيه المكيفات، فيه المراوي، فيه الظل. وفي المدينة اللي راح منكم المدينة الظل حر، الظل ما تقدرش تريح حتى في الظل، ودرجة الحرارة أعلى من هذا. والبناء ما هو البناء؟ والأمر دون كما قالت عائشة رضي الله عنها. وش معناتها الأمر دون؟ معناتها الدنيا قليلة ما كاين والو، يعني ما يشعرش حتى النار باش يطيب ولا يأكل ولا عنده ماكلة يأكلها في بيته. وما شبع عليه الصلاة والسلام من خبزة الكسرى، عمره ما شبع من خبزة شعير عليه الصلاة والسلام. أنت اليوم ترميه في القمامة أعزك الله، الخبز نرميه واحنا في القمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما شبع. وزيد على ذلك ما نراه من سيرته عليه الصلاة والسلام وهو يلتوي جوعا. وانظر الحر هذا كله كان يمر على الصحابة ويمر على النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل مجتمع وأفضل جيل كانوا يعانون ما يعانون من البرد ويعانون ما يعانون من الحر. هذا الأمر يجعلك تتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى. هذا الماء البارد الذي نشربه بين أيدينا، قديما لو ترجع 30-40 سنة لوراء الناس ما يجدون يحطون الماء في الطاقة باش العشية كي يضربوا شوية هو أقل شيء يقدر يجوز برك يقدر يشربه الإنسان. احنا اليوم الماء البارد والمكيفات والفرش الناعمة واللباس المريح والسيارات الفاخرة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. مع ذلك والله تسمع سخط يخرج من أفواه كثير من الناس. كثير من الناس يغضب يقول وش هذه السخانة هذه، يحب كأنه يحب يستدرك على الله سبحانه وتعالى. الله